ازاي تستغل شهر 4 في المذاكرة؟ طبعا مما لا شك فيه ان شهر 4 من اهم اخطر الشهور تقدر تلم فيه المنهج. ففي الفيديو ده هقول لك تعمل ايه. تابع معايا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا عيد من برنامج إنجليشاوي. وصلك الفيديو ده انزل اخبط لايك واعمل اشتراك في القناة عشان يوصلك جديدنا أول بأول. إزاي تستغل شهر 4 في المذاكرة؟ خلاص ما عادش كتير على موسم الامتحانات، فلو لسه ما بدأتش لازم تبدأ دلوقتي. كفاية تضييع وقت. عارف إننا في شهر رمضان والدنيا صيام، بس مع سنة أن نفعل يا صديقي. الامتحانات على الأبواب، فيلا بقى. لو لسه ما نظمتش وقتك كنا عملنا فيديو عن ازاي تذاكر في رمضان، هسيبهولك في الديسكريبشن او في اول كومنت، لازم تشوفه مهم جدا. بالنسبه للمذاكره هتبدا تذاكر من حيث انتهيت. غالبا معظمنا قرب خلاص يخلص المناهج. حاول انك تبدا من اخر حاجه خلصتها. فمثلا انت عندك 6 وحدات في كل ماده، حاول انك تبدا من يونت 6 وانت راجع يونت 6 يونت 5 يونت 4 وهكذا. هتفرق معاك. انا شخصيا ايام ثانويه عامه وايام الجامعه ما كنتش بذاكر غير كده. كنت بحس ان انا خلصت المنهج اصلا، يعني كان بيديني احساس ان انا خلصت المنهج. فانت حاول انك تذاكر من ورا، من اخر يونت انت خدتها. ده هيفرق معاك جدا، يوصلك احساس انك خلصت المنهج. فمش هتكتئب، مش هتتضايق. تمام؟ يعني لما ابدا من اول اقول يا لسه قدامي لحد يونت 6، عكس لما انا ابدا من يونت 6 وانا نازل. تمام؟ او طبعا بتوع ثانويه عامه من يونت 12 وهو نازل. ده هيفرق معاه جدا. عايز اقول لك ان احساس خلاص انك خلصت المنهج ده احساس عظمه جدا. كلنا بنكون عندنا ماده احنا واقعين فيها شويه، او ان احنا حاسين ان مستوانا فيها ضعيف، او الماده مش ظابطه معانا. فنصيحتي ليك ان الماده اللي مش ظابطه معاك حاول انك تديها وقت اكتر. حاول ان انت تحنو عليها، تقرب من الماده ديت اكتر وتذاكرها اكتر وتديها من وقتك. هيفرق معاك في تحسنك في المادة دي، او ترفع مستواك فيها، فبتديها وقت اكبر في المذاكرة والبحث. انا مش عارف ازاي الناس اللي بتلاقي نفسها ضعيفة في مادة بتهملها وبتسيبها. ده طبعا غلط. انت لازم تحاول ان انت تقوي نفسك في المادة ديت وتديها وقت اكتر ومجهود اكتر. فاحنا هنحاول المادة اللي احنا حاسين فيها ان احنا ضعاف، ان احنا نكثف فيها المجهود وان احنا نديها وقت اكبر. صدقني هيفرق معاك جدا. يعني في ناس بتقوم سايبه الماده ديت وتروح لماده هي بتحبها، تبدا ان هي تكثف فيها مجهود. انت مش محتاج انك تعمل فيها مجهود لانك انت كويس فيها اصلا. فانا عايزك تدي وقت اكبر للماده اللي انت حاسس ان هي مش ظابطه معاك، او انك ضعيف فيها شويه. بص، نصيحتي ليك حل كتير الفترة دي بالذات وفي شهر 4. يعني خلاص انت داخل على الامتحان، حاول انك تحل كتير. وزي ما قلت في الفيديو اللي فات، حاول انك تذاكر بورقة وقلم. ورقة وقلم. ورقة وقلم مهم جدا. يعني انا مش عارف الناس اللي بتذاكر شفوي دول بيذاكروا ازاي. انت كانك بالظبط، يعني مذاكره الشفوي ديت عامله شبه السبيرتو بالظبط. السبيرتو بيطير شبه الكحول. مش بيثبت، يعني بيطير في الجو كده بشكل شفوي. طبعا ما تنفعش خالص بتاتا. تمام؟ فحاول انك تذاكر بورقه وقلم، وزي ما قلت شغل معاك اكتر من حاسه. كل ما زودت حواسك في المذاكره، كل ما كان ثبات المعلومه اثبت، وكل ما كان طريقه استرجاعها اسهل بكتير وقت الامتحان. فحاول انك تذاكر بورقه وقلم وحل كتير. ما تضيعش وقت في الفاضي. ما تضيعش وقت في الفاضي. ما عادش غير شهرين على الحلم يا صديقي. الناس بتوع تالتة ثانوي، الناس بتوع اولى وتانية، الناس بتوع تالتة اعدادي، ما عادش وقت على الامتحان، ما عادش كتير. ابدأ شد. ما تضيعش وقت في الفاضي. اوعى تضيع وقتك في الفاضي وحل كتير. في حاجة مهمة جدا كمان عايزك انك تعملها في الوقت ده بالذات، ان انت تجيب الامتحانات القديمة، امتحانات السنين اللي فاتت كلها، وتبدا ان انت تحلها وتبص على نماذج اجابه. دور على نماذج الاجابات بالنسبه للناس بتوع ثالثه ثانوي. دور على نماذج الاجابات، هتلاقيها موجوده كتير على الانترنت. دور بس بضغطه زر هتلاقي كل الكلام ده موجود. هتدور على امتحان الانجليش وتشوف النموذج الاجابه بتاعه محلول ازاي، او حاول انك تحله وتبدا تراجعه انت. امتحان العربي، امتحان الفيزياء والكيمياء، والناس بتوع ادبي، الجغرافيا والتاريخ والحاجات دي، حاول انك تراجع كل نماذج الامتحانات وشوف نموذج الاجابه. حاول انك تحلها الاول بنفسك، وبعد كده راجع نموذج الاجابه وشوف انت ايه حل في ايه او غلطان في ايه. ولو عندك اي حاجه صعبه في الانجليش حاول انك تسيبها لنا في الكومنتس، وان شاء الله هرد عليك. وحل كتير. الصحبه يا جماعه، الصحبه
الصحبة، صديق، الصديق، اختر الصديق قبل الطريق، بتسمعها كتير، الصديق قبل الطريق، الصديق هو اللي ممكن يقودك للخير، هو اللي ممكن يقودك لكل شيء إيجابي، وهو برضو اللي ممكن يقودك لأي شيء سلبي في حياتك، وممكن يدمر حياتك. الصديق، الصحبة يا جماعة، الصحبة، الصاحب ساحب، يا إما ساحب للخير يا إما ساحب للشر. الصديق، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو. يا جماعة الصديق هو اللي هيبدأ يعينك على مذاكرتك، هو اللي هيبدأ يعينك على طاعة ربنا. فأهم حاجة الصديق. في الختام عايز أقولك إن لسه في فرصة، عايزك تعتبر شهر 4 ده هو الفرصة الأخيرة بالنسبة لك. يا جماعة في ناس بدأت في شهر 4، بدأت لسه، يعني بادئة، مش كانت بادئة قبل كده وبادئة إن هي تعمل ريفيجن أو تبدأ تراجع، لأ ده لسه بادئة مذاكرة، وناس وجابت طب وجابت صيدلة وجابت هندسة وحققوا طموح. عايز أقلل من أي كلية، تمام، بس أنا كلامي كله إن في ناس أحلامها كبيرة، في ناس أحلامها طب، في ناس أحلامها حقوق، في ناس أحلامها تجارة، فليه لأ؟ كل واحد عنده حلمه. عايزك تعتبر شهر 4 هو فرصتك الأخيرة، تمام؟ فعايزين نستغل الشهر ده يا جماعة. بالله عليكم أي حد كان حاسس إن هو في الفترة اللي فاتت بيضيع وقت كتير، يحاول إن هو يقلل تضييع الوقت ده شوية، ويحاول إن هو يستغله أكتر في مذاكرته عشان يفرح أهله ويفرح كل حبايبه، وربنا ينجحكم جميعا ويحقق لكم كل أحلامكم. عايز كمان أوجه رسالة للناس اللي حاسة بالإحباط وحاسة إن خلاص الدنيا انتهت، وحاسة إن خلاص ما عادش وقت إن أنا أذاكر ومش هلم المنهج في شهرين. لأ، تقدر إنك تلمه. يلا قوم دلوقتي، قوم ذاكر، قوم ابدأ يا ابني وتوكل على الله، وارمي حمولك على ربنا وعلى مذاكرتك هي اللي هتحقق حلمك ان شاء الله. وارمي حمولك على الله ومذاكرتك، وربنا مستحيل يضيع تعبك. يلا قوم، انت لسه قاعد؟ استنى، اعمل لايك واشترك في القناه لو ما كنتش لسه اشتركت. عايزك دايما تحط دي في دماغك، ان الله لا يضيع اجر من احسن عملا، فاحسن العمل وان شاء الله ربنا عمره ما هيضيعه لك ابدا. كان معكم عيد مدحت من برنامج انجليشاوي، وسلام.